السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات دويتش فاشتين اتعلمها بمزاج. النهاردة إن شاء الله هنحلل مع بعض أغنية جديدة في السلسلة ديت، وهي للمغني شتاين إنجبيرغستن. Wir sind jung, wir sind frei. نحن شبابا، نحن أحرار. طيب عشان ما اطولش عليكم الحلقة، يلا بينا يا شباب نبدأ. لوس جيتس. Don't play with her, don't be this. هنبدأ مع بعض التفسير أو التوضيح لكلمات الأغنية ديت. فتفسير أو توضيح بالألماني يعني دي interpretation، اللي هي برضو بتساوي Erklärung oder Aufklärung. طيب المغني بدأ أو الكاتب، خلينا نتعامل معاه كأن هي قصيدة. طيب هنقول إن الكاتب دلوقتي كتب الأغنية ديت ب Das Puppenhaus wird dir zu klein, die Märchen wollen nicht Märchen sein. يعني Das Puppenhaus اللي هو بيت الألعاب هيبقى صغير بالنسبة لك. خلونا هنا هو طيب نفترض عشان نسهل على بعضينا ان الشخص دوت بيكلم نفسه، فبيكلم نفسه مثلا في مخيلته او والدته بيتكلموا اي شيء، فبتقول له مثلا ان بيت الالعاب هيبقى صغير بالنسبة لك، وان الاساطير اللي هي اللي زي الخرافات الحدوتة والحاجات ديت اللي هي الاساطير مش هتبقى عايزة ان هي تبقى اساطير تاني. خلاص انك انت هتبقى ناضج فهتفهم ان الاساطير دي كلها خرافات. فسيصبح بيت الالعاب صغيرا عليك، وحينها الاساطير لن تريد ان تكون اساطيرا بعد. Und noch ein Sommer geht ins Land. وحينها سيأتي صيفا واحدا آخر إلى الأرض. وفي الوقت دوت انت هتفتكر ان بس هيجي صيف بس واحد للأرض. والكاتب هنا بيرمز في الأغنية كلها ان الصيف بيرمز للسعادة والتفاؤل والأمل. تمام. طيب بعد كده بتقوله Du stehst vor dem Puppenspiel wie ein Wanderer ohne Ziel. في ذلك الوقت هتقف أمام مسرح العرائس مثل الرحالة بدون مقصد. تمام. هنا بوبنشبيل هو مسرح العرائس، داس أداته داس، ولكن اللي بيقصود بيه هنا إن هو طفولتك، إن أنت في الوقت دوت هتقف قدام طفولتك زي الرحالة بدون مقصد. فاندرا يعني الرحالة، تسيل مقصد أو هدف، داس تسيل، اللي هو انت في الوقت دوت هتكون واقف كده قدام طفولتك وبتودعها ورايح لمرحلة النضج زي الرحالة بدون هدف، انك انت لسه مش فاهم المرحلة الجديدة اللي انت داخل عليها ديت، فمش هتبقى عارف انت ايه هدفك في الحياة ولا فاهم اي حاجة. فبتقوله Ich mach die Türen leise zu, vergiss den Teddybär und findet Ruhe. ده قالها كده في الأغنية، ولكن غوة يعني الهدوء، ولكن هو قالها غو عشان طبعا تعمل السجع مع تسو. فبتقول له هقفل الأبواب بالراحة جدا، اللي هو انت خلاص بقى بتخرج من الطفولة كده هو ببطء زي سلو موشن. فبتكلم هنا vergesst den Teddybär und findet Ruhe، وحاولوا انكم تلاقوا يعني تنسوا الدبدوب اللي هو مرحلة الطفولة وتجدوا الهدوء او الراحة في المرحلة الجديدة اللي انتوا داخلين عليها. Und Winter reicht dem Herbst die Hand، يعني ويمد الشتاء يده للخريف، اللي هو سيأتي الشتاء ببرده القاسي بعد الخريف. فهنا اللي مقصود بيها ان الشتاء بيمد ايده للخريف اللي هو خلاص بقى داخل بعد الخريف. فمقصود بيها المرحلة ما بين الطفولة وما بين اللي هو النضوج، فدي اللي هي نقطة التحول. تمام. فبيقول له خلاص بقى ان خلاص النضوج جاي، اللي هو تحس بقى ان في برد قاسي. فهو هنا شبه النضوج بالفينتا اللي هو الشتاء ببرده القاسي، ان المرحلة هتبقى صعبة عليك لان هي مرحلة جديدة. تمام. نكمل مع بعض. فهنا بقى هو ابتدى يقول
meine Freunde lass stehen mit dir nach Hause zu gehen. اللي هو انا هسيب بقى اصدقائي خلاص، هسيبهم واقفين mit dir nach Hause zu gehen عشان اذهب معاك للمنزل. اللي هو خلاص بقى اللي انا هروح بقى لمرحلة النضوج ديت، وهسيب خلاص بقى اصدقائي وهترك المرحلة القديمة دي اللي مقصود بيها. Wir sind jung, wir sind frei, gehen am Leben nicht vorbei. يعني احنا لسه شباب واحنا احرار وما زلنا على قيد الحياة. am Leben يعني على قيد الحياة، nicht vorbei يعني ما انتهيناش ما متناش. تمام. بعد كده بيقول له jeden Tag der sich stellt schenkt uns eine neue Welt. ومع كل يوم جديد يهدي لنا عالم جديد. sich stellen ليها كذا معنى، مثلا بمعنى ان هو يسلم نفسه للشرطة. اقول لك مثلا اشتلم مش der Polizei، يعني انا هروح اسلم نفسي للشرطة. فهنا المقصود بيها مع كل يوم جديد بيطرح نفسه، بيجي بيقدم لنا نفسه، بيهدلنا عالم جديد، بيهدلنا روح جديدة. هنا بقى بيبدأ نظرة التفاؤل. وبعد كده بيقول لك ان eine Frau und ein Mann irgendwo und irgendwann، فمرأة واحدة ورجل واحد في مكان ما، irgendwo مكان ما، و irgendwann يعني يوم ما. وهنا المقصود بيها ان في فترة ما وفي مكان ما هيتلاقى رجل وامرأة، اللي هو بقى خلاص انت نضجت وابتديت بقى اللي هو تعرف يعني ايه حب وأسرة والقصة دي كلها. وبرضو معلومة لكم يا شباب كده على السريع، irgendwann يوم ما، او ممكن تستخدمها بمعنى يوم من الايام، ولكن لما تكون بتتكلم عن المستقبل. بمعنى لما مثلا بتحكي قصة وتقول في يوم من الايام، بنستخدم eines Tages، ولكن دي بترمز للماضي. فلكن لو عايز تقول مثلا في يوم من الايام هشتري عربية، فدي حاجة انت بتتكلم عن المستقبل. تمام. فديت ليه حاجة في المستقبل. بعد كده بيقول له ein Leben begann den so fängt es immer an. بعد كده هيبدأ او بدأ الحب، لان هو يبدأ هكذا دائما. den so fängt es immer an لاني هو بيبدأ دايما هكذا. anfangen يعني يبدأ. Ich sehe dich an und weiß sofort, was ich dir sagen will. Das sagt kein Wort. يعني عندما أراك أعلم في الحال الذي أريد إخبارك به، الذي يكون لا كلمة. طب يعني إيه الكلام دوت بالعامي؟ بيقول لها إزيدش أن بشوفك فبعرف على طول، زفات يعني في الحال على طول، was ich dir sagen will اللي أنا عايز أقوله لك. وبعد كده قال لها اللي هو لا شيء، اللي هو ما فيش كلام، اللي أنا عايز أقوله لك دوت مش كلام. تمام. بعد كده بيقول له es gibt nur dich alleine für mich، يعني انت فقط موجودة لأجلي، يعني انت هنا موجودة لأجلي. هنا بيكمل الجملة اللي قبليها اللي هو اللي انا عايز اقوله لك دوت مش كلام. ممكن يكون بيوصف بيها ان اللي انا عايز اقوله لك ده ما اقدرش اوصفه بكلام، ده احساس مثلا. بعد كده بيقول lass das morgen Hoffnung sein، tausch das gestern dafür ein، يعني دع المستقبل يكون الأمل لينا ومن أجل ذلك نبدل الماضي. فهنا بيكلم بقى حبيبته ديت، إن بيقول لها خلي المستقبل مواجن هنا اللي هو بكرة، ولكن يرمز للمستقبل. خلي المستقبل يكون الأمل لينا ونبدل بيه الماضي. تمام. بعد كده بيقول لها إيه؟ Austräumen bauen wir uns ein Haus، ونبني لنا منزل من الأحلام. تمام. يبني يعني bauen، وträumen يعني أحلام. بعد كده was Liebe sieht geht bei uns ein und aus. was Liebe sieht، ديت جاية من verb
زين اللي هو الانفينيتيف بتاعه زين اللي هو يضع البذور. تمام. فهنا بيقول لها وما يزرعه الحب سيذبل وينمو معنا، بمعنى ان اللي الحب دوت بيزرعه بيحط البذور دوت هيبتدي يكبر وهيدبل وينمو من جديد. يعني مشاعرنا هتبقى دايما طالعة ونازلة متأرجحة، بتدبل وتنمو تاني وتدبل وتنمو، فهي دي الحياة. بعد كده بيقول لها wir lassen alle Blumen blühen، يعني سنترك الأزهار تتفتح، هنسيب بقى في اللحظة ديت حبنا يكبر وينمو ويزدهر مع بعض ونبتدي نكتشف بعض. Und die Zeit bleibt plötzlich stehen, wenn die Uhren anderes gehen. وحينها سيتوقف الوقت فجأة عندما الساعات تسير بطريقة مختلفة. هنا بيقول لها المقصود ان منظورنا عن العالم هيختلف في اللحظة ديت، الوقت هيتوقف فجأة ومنظورنا عن العالم هيختلف تماما. تمام. Und auf die Straße durch das Glück, da bleibt die falsche Illusion zurück. وهنا بيقول لها وفي طريقنا للسعادة حينها سيتراجع الوهم الكاذب. auf die Straße يعني في الشارع، ولكن هنا يقصد بها في طريقنا إلى السعادة durch das Glück. da حينها bleibt die falsche Illusion zurück. zurückbleiben يعني يتراجع، يعني احنا بنسير للأمام والوهم الكذاب دوت بيرجع لورا، بيبعد عننا، بيتراجع. und aus Verliebtsein wird ein Band، ومن العاشق سيتكون رباط أو وفاق. Verliebtsein يعني العاشق، ومن المقصود بقى هنا بيها ايه اللي هو من العشق اللي ما بيننا هيبتدي يكون في رباط وفي وفاق ما بيننا. تمام. das Band يعني رباط ووفاق، وليها كذا معنى. der Band بتيجي بمعنى كتاب، وبرضو بتيجي بمعنى فرقة موسيقية. فهنا ديت قصة تانية اللي هي الهونونيم والزونونيم، ان كلمة ليها اكتر من معنى مع اداة مختلفة، لكن مش عايز اطول عليكم في الموضوع. طيب بعد كده بيقولك ايه durch das Frühlingsfarbenspiel sehen wir ein gleiches Ziel، ومن خلال لعبة ألوان الربيع نرى الهدف نفسه. هنا بقى نظرة للتفاؤل تاني، بيقول لها durch das Frühlingsfarbenspiel، من خلال ألوان الربيع أو اللعبة بتاعت ألوان الربيع هنبتدي نجتمع على هدف واحد، هنشوف هدف واحد. Aus vielen Tagen wird ein Jahr, wir beiden machen unsere Träume wahr. ومن الأيام الكثيرة بتأتي السنة، يعني السنة بتتكون من أيام اللي هي مقصود بيها، والسعادة بتتكون من الذكريات. تمام. Wir beiden machen unsere Träume wahr، وكلانا نحقق أحلامنا، وإحنا هنخلي أحلامنا تبقى حقيقة. Und viele Sommer gehen ins Land، وهنا بقى هيبتدي يجي الكثير من الأوقات السعيدة اللي هو الصيف. وهنا زوما ده زوما، والجمع برضو بتاعها زوما، وزي ما قلت لكم في الأول إن هو بيرمز ليها بالأوقات السعيدة أو البهجة أو الفرحة. فبيقول له في اللحظة ديت سيأتي الكثير من الأوقات السعيدة إلى الأرض. Und wir tun nur das, was für uns zählt, für uns liegt die ganze Welt. سنفعل فقط الذي يهمنا، فالعالم أجمع ممتد أمامنا. Wir tun nur das، هنفعل فقط هذا اللي für uns zählt، اللي ينتمي إلينا، بمعنى اللي يخصنا. فتسيلن هنا ليها كذا معنى، تقريبا ليها حوالي 6 معاني في اللغة الألمانية، ولكن هنا في المعنى دوت اللي هو بينتمي لحاجة، شيء بينتمي لمجموعة. فهو هنا بيقول لها اللي بينتمي لنا الشيء دوت، هذا اللي ينتمي لنا. für uns liegt die ganze Welt، فالعالم كله أمامنا، ممتد أمامنا. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. أنا طبعا المغني بيعيد ويزيد في بعض الجمل أنا ما تركمتهاش،
وهسيب لكم طبعا اللينك بتاع الأغنية تحت في التعليقات مع الليركس اللي هو الأونتاتيتل، عشان تشوفوها وتسمعوها وتتعودوا تشوفوا هما بيكتبوا ازاي، ونبتدي ان احنا عرفنا بيكتبوا ازاي. بعد كده هنروح نسمع الأغنية مرة واتنين عشان ننشط الهيرفشتنتنس اللي هو الاستماع بالنسبة لنا. يبقى كده احنا حسنا الكتابة وحسنا الاستماع وهو نصف اللغة. تمام. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي تعليق او اي حاجة تسيبها لي في الكومنتس تحت وانا هتواصل معاك ان شاء الله. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich sage Tschüss, euer Mahmoud. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum ya Shabab.